مين مننا ما اشتراش من عربيات الكبده والسجق المنتشره في الشارع ولقى عنده نوعين من السجق، السجق الشرقي والسجق اسكندراني. ده بقى اسمه السجق المدخن او السجق الاسكندراني، وده غير السجق الشرقي والسجق البقالي. انا النهارده حبيت اعمل نفس التجربه زي ما محلات الكبده والسجق بتعملها، فنزلت منطقه الموسكي واشتريت السجق المدخن من هناك. وبصراحه السندوتشات دي كانت طعمها حوار، مع اني ما بشجعش قوي اللحوم المصنعه، وكل مكوناتها سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش وقت على النار، نقدر نقول اكله العشر دقايق بس. وانت بتتفرج ما تنساش تصلي على الحبيب، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك واللايك. كل المكونات اللي احنا عايزينها طماطم وبصل وفلفل وشويه بهارات. وبطل الحلقه النهارده معانا هو السجق المدخن او السجق اسكندراني، يعني هو في ناس بتقول لك عليه السجق المدخن وناس بتقول سجق اسكندراني. هو وزنه حوالي كيلو وسعره انا جايبه ب 110، وده بيكون شكله كده في المحل عشان ما تتلخبطيش بينه وبين السجق البقالي، نفس الشكل كده. اهم حاجه هو بيجي مغلف ومقفول من الطرفين، واحنا بنشتري هنختار شركه مضمونه. واهم حاجه هنبص في السجق بتاعنا هنلاقي فيه حبوب الفلفل الاسود باينه فيه. سكينه حاميه وهنقطع الطرف بتاعه، بعد كده هنقطع السجق بتاعنا النصين عشان يسهل عمليه التقطيع. لو مش هستخدم الكميه كلها ممكن نحفظ الباقي في الفريزر عادي جدا لاي وجبه تانية. واوعى ننسى نشيل الغلاف اللي موجود على السجق، هو سهل جدا في التقشير. هنقشره بالطريقه دي وهيتشال معاك بكل سهوله. لكن لو هنعمله حفظ في الفريزر ما نشيلش الغلاف من عليه. بمجرد ما قطعت الكفر من عليه الريحه بتاعته جميله جدا وطالعه ريحتها نفاذه جدا. طريقه التقطيع بتاعته اهم حاجه تكون السكينه بتاعتك حاميه، والتقطيع ده بتاعك انت بقى. ممكن نقطعه حلقات مدوره او ممكن نقطعه بالسمبوكس كده او بالعرض زي ما بنشوفه في المحلات بتاعه الكبده. بس اهم حاجه واحنا بنقطع تكون التخانه بتاعته مش تخينه قوي علشان نضمن التسويه بتاعته. وده الشكل اللي بتقدمه عربيات السجق. المحلات ما بتستخدمش سمنه، طاسه سخنه جدا على النار فيها كميه من الزيت، وبنزل بكميه البصل بتاعتي، بفضل اقلب فيها لحد ما تدبل. انا مش عايزها تاخد لون، بمجرد ما تدبل هنزل عليها بالفلفل الحامي، ولو عندي اطفال بلاش من الفلفل خالص. بعد كده هنزل بحوالي نص كيلو من الفلفل الرومي. بعد كده انا هنزل بالتوابل بتاعتي كلها سهله وبسيطه. دي حوالي نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، حوالي نص معلقه برضو من البهارات او السبع البهارات المشكله. وما نكترش البهارات بتاعتنا عشان خاطر السجق بيكون جاي مبهر جاهز. بعد التقليب والحاجه بتاعتي ما دبلت كده تمام، هوسع مكان في الطاسه وانزل بحوالي 4 فصوص من الثوم مدقوقين وعليهم خل، وهنزل كمان بمعلقه من الصلصه. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. بعد كده هنزل بالطماطم، حوالي نص كيلو طماطم متقطعه صغير، وهضيف ليهم حوالي نص كوبايه من الميه لو لقيت الطماطم بتاعتي ما عملتش مني صوص. ما كملتش 5 دقايق على النار وشكلها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. هنزل بالسجق الاسكندراني بتاعي او بالسجق المدخن على الخلطه الجميله دي. مش هيكمل كمان 5 دقايق على النار وهتاكلي احلى سندوتشات سجق مدخن زي ما بنجيبها بالظبط من العربيات. بص المنظر بتاعها بعد ما خلص، مش عايز اقول لكم ان الريحه بتاعتها كانت قلبة الدنيا حرفيا. انا بالنسبه لي بحب اكلها جدا بالعيش الفينو. انتوا بتحبوا تاكلوها بالعيش الفينو ولا بالعيش البلدي؟ بصراحه الاكله دي ما كانتش محتاجه جنبيها ولا طحينه ولا اي حاجه تانية خالص. هو السندوتش كده كان جميل جدا وتحفه ومشبع جدا. والكميه اللي انا عملتها دي هتعمل معاكي فوق ال 30 سندوتش وتزيد كمان، لان احنا عندنا كيلو من السجق غير النص كيلو من البصل، نص كيلو من الفلفل، نص كيلو من الطماطم، فممكن يخش معاكي كمان في 40 رغيف. وبكده احنا عملنا سندوتشات السجق المدخن او السجق الاسكندراني زي العربيات بالظبط، ما يفرقش عنه اي حاجه. وضمننا ان كل المكونات بتاعتنا نظيفه ومغسوله. ما تنسانيش في اللايك والمتابعه، ومتشكرين جدا ليكم. هروح اتعشى انا بقى، مع السلامه.